هي جماعه الاخوان عاوزه ايه من مصر؟ او الافراد اللي موجودين عاوزين تاني يرجعوا ويعيشوا بين المجتمع، ولا هم عاوزين العنف وعاوزين الدم؟ في حاله اللي هم عاوزين العنف وعاوزين الدم دي خلاص اراده الشعب المصري ما حدش يقدر يتكلم فيها. مش هتبقى في جماعه اخوان مسلمين تحت اي مسمى. طيب هم هيعملوا المبادره دي، يعرضوها على الاخوان ما وافقوش، فيتضح قدام الشعب كله انه حتى هم مش موافقين على هذه المبادره، ويبقى خلاص. بعدين بيسالك سؤال تاني، بيقول لك طيب اجاوب بس على السؤال اللي حضرتك قلتيه الاولاني، عندك حل لوقف نزيف الدم طبعًا في الشارع؟ طبعًا. ده سؤال هو انا عندي حل فوري، وبطالب السيد رئيس الوزراء المحترم ابراهيم محلب، والكلام ده انا كنت يوم 10/2 في مؤسسه الرئاسه طرحت مبادره من 6 نقاط. النهارده بقول في نقطه 7 وهقول ال6 نقاط، ان انا طالب البلاوي من 3 شهور خصص 12 دايره او 15 دايره في محكمه الجنايات خاصه بالارهاب يفعلوا عندما تفعل الجرائم، وعندما ياخذ القاتل الجزاء الذي يستحقه تتوقف فورا العمليات الارهابيه الاجراميه. تمام. انما المحاكمات محاكمات هزليه، كل يوم رد المحكمه، كل يوم زي ما هو الصوت العالي ويبوظوا ويعملوا ويسووا، وبالتالي هنقعد في المحاكمات دي كتير، هتنشط المطالبات اللي بتقول. طب ما يمكن كمان من وجهه نظره بيقول لك انه طب ما نعرض المصالحه دي على الاخوان، فالاخوان يرفضوا، ده المتوقع، وهو كمان